بعدما كان مسرحا للعرس الختامي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، يدخل ملعب رادس ليلة الجمعة غمار دور المجموعتين من أمجد الكؤوس الإفريقية عند احتضانه لقمة مغاربية جديدة بين الترجي وأولمبي شلف الجزائري لحساب المرحلة الثانية، في لقاء شعاره الانتصار للضيوف كما لأهل الدار. هي دربي مغاربي بيتم على الكلمة بين فريق تونسي وفريق جزائري، يعني ننتظروا في مباراة صعبة باش تكون، مش نفس الفريق اللي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي أسبوعين إلى الوراء. فما تعزيزات أخرى باش تكون موجودة في فريق شلف، احنا نفس الشيء، عنا تعزيزات أخرى موجودة في الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله نتمنوا باش بالمباراة هذه نوصلوا ل6 نقاط. أبناء شلف وبعد تلقيهم لضربة موجعة في الجولة الافتتاحية بالخسارة أمام النجم الساحلي في عقر دارهم، ليس من خيار أمامهم سوى الخروج من موقعة رادس بنتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظهم في المجموعة، وهو ما جعل الفريق يحل بتونس منذ يوم الاثنين للاستعداد لمواجهة قد تكون مصيرية لممثل الكرة الجزائرية. احنا فريق جارح، لعبنا في شلف ضد النجم الساحلي، ما جيناش احنا بذوب الضحيه، رايحين نلعبوا ما نقولوش من اجل الفوز ولا من اجل، راح نلعبوا كره قدم اللي مولف تلعبها اولمبي شلف، ومقابله كما يقول لك نظيفه وفي روح رياضيه تكون عاليه ان شاء الله. أما حامل اللقب فسيسعى بدوره لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، في ظل حسن استعداد خط هجومه بقيادة هدافي الجولة الأولى لمساكني ونيانغ إلى جانب الجناح النفاثة هاريسون أفول، مع ضرورة الاعتناء أكثر بالنواحي الدفاعية تحسبا لمفاجآت جزائرية في ظل غياب صخرة الدفاع وليد الهيشري لأسباب صحية، وكذلك متوسط الميدان الدفاعي مجدي تراوي لدواع تأديبية. إن شاء الله معناتها نعملوا خطوة أخرى باهية باش نجموا من بعد نعرفوا كيفاش نتصرفوا في النقاط نتاعنا، وكما قلت نعملوا خطوة كبيرة للترشح للدولة معناتها الدور نصف النهائي إن شاء الله. في قمة مغاربية برسم رابطة الأبطال الإفريقية سيسعى الترجي لتأكيد فوز الجولة الأولى، في حين سيعمل أولمبي شلف على الخروج بأخف الأضرار من أجل الإبقاء على حظوظه قائمة في باقي المشوار. نافع بن عاشور، الجزيرة الرياضية، تونس.